صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هيكون معانا روتيني الصباحي. انا صحيت دلوقتي الساعه حوالي 9:15. حضرت شاي بلبن ليا، وعملت نسكويك لبنتي. بس بحطه في المج ده، يعني عشان هي على بال ما بتاكل الزبادي وكده وتفوق اعرف اشربه لها، ويكون دافي كمان يعني. انا بقى هفطر. خدت مثلث واحد بس من الجبنه، مبحبش افطر قوي الصبح. وهفطر وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده خلاص، بعد ما فطرت دخلت على المطبخ علشان اغسل المواعين اللي عندي اللي موجوده. كان عندي شويه مواعين زي ما انتم شايفينهم كده، حبه صغيرين. بصراحه بالليل كانت الدنيا ساقعه قوي وما قدرتش ان انا ادخل واعملهم، فسبتهم للصبح. بس حطيت في بالي ان انا اول حاجه هعملها ان انا هدخل على المطبخ واعملهم على طول. زي ما انتم شايفين هم اغلبهم كوبايات، وكام بلاستيكه كده وشويه اطباق وصينيه. مش حاجات كتير يعني تستاهل ان انا اسيبها او هكوم عليها مواعين الغدا. بس يا بنات انا في العاده بحب ان انا اغسلهم من بالليل، ما بخليش اي حاجه غير لما بغسلها قبل ما انام، واسيب المطبخ نضيف عشان الصبح يديني طاقه ايجابيه. وطبعا بيبقى ورايا بقى بيت بقى وحاجات تانية اعملها. فبحب الحوض الصبح يكون فاضي ونضيف. مش مشكلة عندي البوتاجاز او الارض، لا مش مشكلة، اهم حاجة عندي ان انا افضي الحوض والرخامة، لان انا زي ما انتوا عارفين ان المطبخ عندي صغير وهي رخامة واحدة بس. فبحب ان انا يعني المساحة بتاعة المكان الصغير ده تبقى نظيفة وما فيهاش كراكيب كتير، علشان ما تضايقنيش او تحبطني او تخليني ان انا اكون كسلانة. كده انا غسلت الكوبايات، وبعد كده خدت وراها اي حاجة بلاستيك. وهاخد دلوقتي الحاجات البلاستيكة بقى، المصفى والقالبين دول. هغسلهم. انا بحب اغسل المواعين وبعدين ارجع اشطف، ما بحبش اغسل كوبايه واشطف طبق واشطف والكلام ده، لان ده بياخد معايا وقت كبير. لكن ان انا اغسل كله زي ما بشوف اغلب البنات يعني بيعملوا كده، وتفتحي الميه مره واحده، بتوفر معاكي في الوقت وفي المجهود وفي كل حاجه. بصراحه ان انتي تغسلي كله مره واحده وترجعي تشطفي، ده جميل جدا يعني. زي ما انتم شايفين كده انا خلاص قربت اخلص المواعين دي. هي اغلبها كانت مجات، وهتلاقوا معالق الشاي دي يعني كتير. بنتي زبدايه مش عارفه اي حاجه بتاكلها بحط لها معلقه. كنت صراحه بالليل كنت سقعانه جدا وما قدرتش ان انا اعملهم خالص. دلوقتي بقى هغسل الكام طبق اللي موجودين دول. بصوا، هي ليفه واحده عشان محدش يقول لي مثلا كوبايات لوحدها والاطباق لوحدها، لا هي واحده. وانا بشطفهم قبل ما بغسل، فبيبقى الليفه نضيفه يعني ما فيهاش حاجه. وعايزه اقول لكم الليفه دي جميله جدا ومنفوشه كده وخشنه. انا اول مره كنت اجربها بس عجبتني جدا. حلوه قوي في الكوبايات وفي الاطباق بصراحه، لا جميله جميله جميله. وعايزه اقول لكم انا بستخدم ميه دافيه، لان الميه ساقعه متلجه جدا. الميه البارده دي من الحنفيه صراحه صعبه قوي. لو انا يعني حاولت ان انا استخدمها في الاول، فحسيت ان هي هتخليني ساقعه قوي وهتلج صراحه وهكسل، فاستخدمت الميه الدافيه. انا عندي سخان كهرباء، يعني كنت مشغلاه حوالي ساعتين وبعد كده فصلته وبشتغل بيه بقى. بس ولا سخنه قوي ولا ساقعه قوي، يعني في النص كده دافيه. دلوقتي بدأت ان انا اشطف الكوبايات وبحطها على الحامل بتاعها. والاطباق لما اجي اشطفها هحطها في المطبقية بتاعتها فوق، لان المطبقية بتاعتي مفتوحة، فبتنزل المية على الحوض. هي فوق الحوض على طول، فبتنزل اي مية فيها على الحوض. في جزء منها جنب الفرن، بس انا ما بحطش الاطباق وهي بتنزل مية من ناحية الفرن. بحطها على في الجنب اللي هو تحت الحوض على طول، فوق الحوض على طول. عايزه اقول لكم المج ده جميل جميل جدا، وبيشجع بنتي ان هي تشرب اللبن. كنت بحتار معاها الاول قوي في الكوبايات العاديه او في الازازه بتاعتها او الببرونه. بس بعد كده المج ده كان بالنسبه لي حاجه جميله جدا، خصوصا ان هي بتشرب اللبن في الدبدوب، فبيخليها بيشجعها ان هي تشرب. كده بقى هكمل شطف المواعين دي وهنرجع نكمل كلامنا مع بعض.
كده بقى بنات خلاص خلصت شوط، فهرجع اغسل انا سايبه البراد ده هغليه في بعناب، احط كركديه جواه او هشوف هحط فيه ايه وهغليه، مش هغسله دلوقتي. ودلوقتي هغسل بقى المعالق. بصوا هتلاقوا اغلبها اول حاجه اغسل الكنكه وبعد كده هغسل المعالق. هتلاقوا اغلب المعالق معالق صغيره ما فيهاش حاجه. هغسلها كويس كده من جوه ومن بره. دي اغلب الوقت لما بكون بعمل شاي او كاكاو بغلي فيها، فظلمها معايا قوي الكنكه دي، محيراها وتعباها بصراحه على طول. واغسل المعالق كده. في بنات بقى بشوفها ان هي بتغسل الجزء اللي فوق من المعلقه واللي تحت ده لا انا بغسلها كلها على بعضها. بحب اغسل فوق وتحت ما وبدعك تحت اكتر من فوق. وان شاء الله هبقى اوريكم في فيديو تاني انا بنضف المعالق بتاعتي ازاي وبهتم بيها ازاي وبشيل منها اي سواد، لان ساعات الرسومات دي بيكون بتسود او بيتغير لونها. لا انا بحافظ على معالقي وبخليها بتبرق بصراحه. يعني فكره حلوه جدا، وكل ما اروح عند حد واشوف معالقه كده مش نظيفه احب اجمعهم واعملهم له. يعني انا بحب اشوف الحاجه بتلمع معايا كده. بقى بشطفهم زي ما قلت لكم كلهم معالق صغيره. طبعا انتوا عارفين الاطفال كل حبه حبه اكل مش عارفه ايه، حبه اكل ايه، حبه اكل ايه، فبستهلك معالق. كده خلاص هغسل الصينيه والسكينه وبعدين هغسل الحوض. هنضف الحوض وهفضيه من اي تسخات فيه، اي حاجه هلمها كده في الصفايه ديت وهرميها في الباسكت. فتحت الميه السخنه قوي 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 عشان انزلها في الحوض. وبعد كده هبدا ان انا اغسل الحوض. انا بغسل الحوض بالبودره اللي اسمها فاما دي او فيما، مش عارفه اسمها ايه بالظبط يعني، بس بستخدمها بقالي فتره كبيره. بتبقى في الفتح الله او في خير زمان، في كارفور شفتها بتبقى عند بتوع منظف الاماكن بتاعه المنظفات بالذات. حلوه جدا وبتخلي الحوض بيبرق بصراحه، وبحبها وبحب استخدمها قوي 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 قوي. هشطف بقى الحوض. بصوا هتشوفوا ان هي بتدي لمعه جميله جدا للحوض. انا ما بستغناش عنها وبجيبها بخصصها للحوض وبس. وكمان غسلت البوتاجاز. انا ما حبيتش اغسله هنا تاني علشان انا كنت عامله فيديو على القناه بطريقتي في تنظيف البوتاجاز. ده عملته على طول بعد ما خلصت المواعين اللي في الحوض. ودلوقتي هبدا ان انا احضر الغدا بتاعي. كده خلاص الحمد لله خلصت الحوض وخلصت كل حاجة ومسحت الحوض وحطيت فيه المفرش البلاستيك ده ومسحت كل حاجة على الرخامة ومسحت الرخامة ومسحت السيراميك ده بفوطة كده، ما عملتوش بالليفة يعني. ومسحت الرخامة كلها ومسحت الفرن ومسحت الازاز بتاع الفرن بالجلانس، وكمان مسحت الرخامة وفوق والحاجة اللي فوق الفرن دي والحيطة اللي ورا الفرن ومسحتها جدا كويس جدا ونشفتها. وكده الحمد لله خلاص خلصت الحوض والمواعين يعني وكل حاجة. انا كمان كنت محضرة العيون غسلاها بس ومسحة البوتاجاز. كنت سايبهم يتصفوا على جنب. هرجع كل حاجة مكانها للبوتاجاز وكده اكون خلصت وابدأ ان انا اشوف هعمل ايه بعد كده. كده خلاص هحضر الغدا علشان يكون جاهز وقت ما اجي اتغدى يكون جاهز. وبالمره كنت طلعت من المطبخ مرجعش عشان اعمل حاجه تاني فيه غير ان انا مثلا لو هحمر حبه بطاطس وخلاص على كده. طبعا ده حاجه انا بموت فيها وبعشقها، ده فسيخ. طبعا حبيبي الملايين ماما بعتتهولي ربنا يخليها ليا يا رب. انا هنضفه كده. انا حطيت صينيه وفتحت الورقه بتاعته، هنضفه على الورقه بتاعته. وهفتحه دلوقتي من الكيس وهبدا ان انا انضفه. انا طريقتي في التنظيف ان انا بحب اشيل الراس وانضف على طول. ما بنضفش من بره ولا اشطف ولا اشيل القشر الخارجي ولا الحاجات اللي فيه. لا لان انا كده كده بفتحه وبنضفه من جوه واخد اللي جواه بس وبسيب القشره، فمش محتاجه ان انا انضفها ولا اجي جنبها خالص.
هما سمكتين ما شاء الله كبار حلوين. انا بعشقه وبموت فيه. كده خلاص انا هبدأ ان انا اخليها. اول حاجة هقطع الراس. السكينة دي بصراحة ما نفعتش معايا عشان دي السكينة مشرشرة بتاعة العيش، فجبت السكينة دي جديدة، وان شاء الله هبقى اوريكم الطقم اللي جالي هدية جديد. بصوا يا بنات معلش انا بنضف بايدي كده، ما بعرفش انضف البس جوانتي لا في اي حاجة يعني، غير في تنظيف مثلا الحمام، لكن في السمك وفي الاكل وفي الحاجات دي ما بعرفش. انا بنضفه كده وبعد كده برجع اغسل ايدي كويس جدا وادعكها بالليمون، كل الزفاره بتروح من ايدي. بصوا انا فتحتها بالسكينه كده على طول، وهبدا ان انا انضف البطن بتاعه السمكه بالسكينه الصغيره كده. بصوا كله بيطلع بسهوله جدا. في ناس بتفتح كمان البطن وتقص الراس بالمقص، بس انا ما بعرفش، انا بحب بالسكينه كده، خصوصا لو سكينه حاميه يعني. هخلص تنظيف البطن كلها كده، وهبدأ ان انا اطلع بقى اللحم من الجلد. هو بيطلع بكل سهولة، والجلد ده واللحمة بتنفصل عن جلدة السمكة بصوا بكله بسهولة، لان هو بيبقى طري. وهو الراجل ده ما شاء الله الفسيخ بتاعه جميل جدا واحمر. احب الفسيخة اللي لحمها من جوه احمر كده ما شاء الله يعني. اكلة بعشقها مقولكوش يعني بقى. بصوا بطلع الشوك، الجزء اللي قدام ده بيبقى فيه شوية شوك فبطلعهم. انا طبعا هاكل فسيخ، وهحمر لبنتي بطاطس، هي بتحب البطاطس جدا. هعمل لها سندوتشات كده يعني وهيبقى فيه طحينه، ممكن احط لها طحينه عليها لاني مش معوده على كاتشب ولا الحاجات دي. اهو اي شوكه بتقابلني بشيلها معايا على طول. بصراحه انا كان نفسي فيه يعني، وسبحان الله من غير ما اقول ولا حاجه ربنا بعتهولي. ومحدش بقى يا بناتي عيب عليا عشان انا بنضف بايدي. انا والله ما بعرفش البس الجوانتي خالص يعني، بس ايدي نضيفه وغسلاها والحمد لله. هكمل بقى باقي التنظيف دي، وهكمل تنظيف التانية. خلاص كده يا بنات جت الساعة 3، طبعا انا ركنت الاكل لحد الساعة 3. دلوقتي جت 3، حمرت البطاطس وعملت طحينة، وده الفسيخ حطيت عليه ملح وحطيت بصل اخضر، وهاكل. اتفضلوا معانا يلا، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.